من قاموس الثورة التحريرية الذي يعرفهم على أنهم هاربون من الجيش الفرنسي إلى صناع للقرار ومتحكمين في زمام السلطة دون منازع في القاموس الجديد للشارع الجزائري. ضباط فرنسا أو ليداف جزائريون كانوا في الجيش الفرنسي لقبوا بدفعة لاكوست، صف ضباط وعرفاء. روبير لاكوست رقاهم لوفائهم إلى ضباط بين سنتي 1956 و 1957. شكل هؤلاء الضباط نواة جديدة في قلب جيش التحرير بعد أن قاتلوا في الجيش الفرنسي ضد أبناء جلدتهم. ويجيوا بعض الطحانين الخونة المبيوعين يقول لك عسكر فرنسا، وباش تبني جيش قوي بشكون؟ بومكحلة اللي كان ينحي في الطماطم ومن بعد هز المطرق. يقول لك كانوا كل كابرانات عند فرنسا، بوضياف واش كان ماشي عجوزان وبومبو العيد، واللي داروا الثورة كاع، واللي كانوا على دو لوس دو لورغانيزاسيون سبيسيال شكون؟ ماشي ناس كانت عسكر عند فرنسا بكل. فكرتني في حاجه وحبيت نبوزي لك لا كيسيون. شوف انت قلت بلي حنا قلبنا المعركه ميليتيرمون خسرناها في بوليتيك، ربحناها عسكريا خسرناها سياسيا. كيفاش غلبنا المعركه ميليتيرمون؟ درك نفهم نو شوف درك نفهمك حاجه. المعركه ميدانيا خسرناها ربحناها على اولا حنايا حملنا الخسائر نتاعنا، بصح فرنسا العسكريه ما حملتش الخسائر نتاعها. حنايا ما صراش شقاق واضح ابار سولي تاع بلونيس او ديبي اكسترا مع الفلل، بصح فرنسا صرا فيها شقاق جنرالات كان يقدر يطيح حتى بفرنسا الام. مجموعة من الذين خدموا في الجيش الفرنسي فروا منه والتحقوا فرادا وجماعات بالثورة التحريرية بين عامي 1958 و 1961. في عام 1958 فر حوالي 15 عسكري بين ضباط وصف ضباط، وبعد وصول شارل دي غول للحكم سنة 59 ارتفع عددهم ليصل إلى 40 ضابطا في نفس العام. هذا ما جعل الشكوك تحوم حولهم وحول طبيعة مهمتهم الخفية، كونهم لم يلتحقوا إلا بعد وصول دي غول إلى سدة الحكم. منهم من التحق بالثورة في ديسمبر 1961 أي قبيل الاستقلال بقليل، وهناك مجموعة منهم لم تفر من الجيش الفرنسي والتحقوا بالجيش الجزائري بطلب من وزارة الدفاع بين 1963 و 1964، خاصة في فترة الاتفاق بين شعبان وبن بلة. رئيس الحكومة الأسبق بالعيد عبد السلام صرح لجريدة جزائرية أن التحاقهم بالثورة كان خيارا مبرمجا وممنهجا. ويجيو الخونة الحركة الشمايت اللي يحبوا يقزموا من دور الجزائريين الأحرار اللي التحقوا بالثورة وساندوها وخلقوا لها شبكات إمداد واختيار سلاح. صحيح. فوالا كاين حوايج بزاف، شوف حوايج بزاف في التاريخ كي نتفكرهم ديجا يوجد لي الصفلاص نبدا نتكرفس في راسي باسكو كي نسمعهم بيان سور تقاس تمسخر ولا تتمسخر. على بالك بلي الثوره الجزائريه تاع 54 ثوره دي جيون غواله اخويا، غواله الشيء. بعثوا دي بيلوت يتفورماو اون 56 il préparait déjà des pilotes في سوريا وفي العراق وفي روسيا وفي مصر. بعض قادة الثورة لم يرحب بوجودهم في جيش التحرير، وجزم بأنها مكيدة من دي غول لضرب وحدة الصف. حدس هؤلاء لم يخب، فقد كان الفارون فتيلا لقنبلة مزروعة داخل جيش التحرير تفجرت بعد الاستقلال لتقلب الموازين وتجعل من الوطنيين خونة في ظل حكم جيش الحدود الذي كانوا من أهم ركائزه.
وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين دافع عنهم في مؤتمر حزب جبهة التحرير في 1964 ورفض بشدة فكرة تطهير الجيش الجزائري منهم بحجة أن الجزائر تحتاج جيشا نظامي. ساند ضباط فرنسا بومدين في انقلابه على بن بلة. Boumediene, on ne votera pas le dictateur, pas le régime fasciste Boumediene. Ah, pas Boumediene. Nous ne voulons pas la politique du Moyen-Orient, celle des militaristes de la Syrie. Nous voulons l'Algérie qui soit algérienne, pas militariste, celle de la Syrie du général Hafez. Nous ne voulons pas de ça. وعين منهم بومدين الوزراء والسفراء وقادة للنواحي العسكرية أمثال محمد زرقيني ومولود إدير. بعد موت بومدين وحكم شيرلي بن جديد وفي منتصف الثمانينيات أحكم هؤلاء القبضة على السلطة جنود فرنسا الفارين بالأمس أو جنرالات فرنسا اليوم، كلها أسماء يشترك فيها جنرالات حكموا الجزائر منذ استقلالها. الذي وصلنا إليه. تقصد هؤلاء الضباط الذين انخرطوا في الجيش الفرنسي أثناء احتلال الفرنسيين للجزائر وتدرجوا في وظائف مختلفة ثم انضموا بعد ذلك لجيش التحرير الوطني؟ لأن بعد مع الأسف بعض الضباط الفرنسا التحقوا بالثورة إلا يوم ديسمبر، إلى شهر ديسمبر 61، يعني قبيل فترة بسيطة من إعلان الاستقلال. صحيح. وقبل ذلك كانوا ضمن الجيش الفرنسي. وقبل ذلك كانوا ضمن الجيش الفرنسي وكانوا يحاربوا المجاهدين ويحاربوا الشهداء ويحاربوا الجزائريين في بلادهم. واليوم المجاهدين والشهداء اللي خرجوا الاستعمار الفرنسي من الجزائر اليوم عملاء فرنسا، هم اللي راهم يخرجوا يمنعوا الجزائريين، يحاوزوا الجزائريين أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين من الجزائر. وهذه نقطة مهمة جدا. الجنرالات كنت نتكلم عليهم، عندنا الجنرال خالد نزار، الجنرال العربي بالخير، الجنرال محمد تواتي، الجنرال مديان محمد توفيق، ولو هو غير ما انضمش صفوف الجيش الفرنسي ولكن راهو ماشي مع هاد الناس، والجنرال اسماعيل العماري، وتبع الجنرال محمد العماري. هذه مجموعة هم اللي راهو تشبه في مضمونها ما تعلموه في مراكز التعذيب الفرنسية لتتحول لواقع مرير يعيشه شعب بأكمله. أحمد بن شريف، العربي بالخير، عبد المالك جنيزية، محمد تواتي، سليم سعدي، عبد القادر شابو، عبد الحميد لطرش، محمد بوتلة، السعيد أيد مسعودان وآخرون. لكن هناك أسماء عرفها الجزائريون بل وحفظوها، أمثال العربي بالخير، رجل السلطة الذي لم يؤمن يوما باستقلال الجزائر، والذي كان له الدور الرئيسي في تحييد رجالات الثورة وشيطنتهم الواحدة تلو الآخر، بل وسجن الكثير منهم واتهمهم بالخيانة العظمى، وعلى رأسهم مسعود زغار. العربي بالخير كي يابوا لوربي يحبوا ينحيه من هو كي يجيبوا لونسينمون نحاه ما باش يقعد وحده. سي اون ايرور غراف دو العربي بالخير، سي اون ايرور تري 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 غراف. يجي الرئيس بوتفليقه ويجعل منه مدير الديوان نتاعو، هذا السيد اللي حارب بومدين ونظام بومدين وازدقاء بومدين ومحو كل الاثار تاع بومدين. تبقى علامه استفهام. الرئيس نهار جاء كرم 52 ولا 50 شخصيه، علاه ما كرمش السيده؟ خرج براءة، ولكن ما خرج براءة، خرج مكمل. سيد كان خالص، كان مريض خالص، تعب، كان تورتور تاع هذاك، يعني حتى ولا الميزان استغفر الله ربي ما يزوش 40 كيلو. كاين دخل منهار خلاص. خرج مسعود من السجن وهو في حالة صحية تدل على أنه يعيش أيامه الأخيرة. خرج مريض، خرج بالطونسيون، خرج بالديابات، خرج كذا،
حرمان من عائلته ما قدمه. انسان محطم، ديبريمي وايزولي. لو سول مويان اللي كان ليه هو انه يخرج برك منها وخليها لهم، هاي ليهم. مي كان مسكين في واحد الحاله مع اللي هو ديابيتيك، خرج كان منهك تماما، يعني صحته متدهوره. طبعا الانسان اللي يشوف الوضع اللي كان فيه والخدمات اللي قدمها منذ نعومة أصابعه كما يقولوا تقريبا. الله يرحمه قلت لهم تبارك الله فيكم كي جازيتوه بهذا المكافأة، كافيتوه خاطرش سجلكم الوطن. هذه قالها لي قداش خطر هذه الكلمة هذه. يقولوا شوفوا الشيء اللي قدمناه للجزائر، ها باه جزاوني. هذه والله هذه تستدير بس شافي عليها ذوك هكذا، يعني شافي عليها الكلمة هذه. في النهاية تكون بهذه الطريقة هذه طبعا تخلى على كل شيء، ما عادش عنده ما عندوش نفس الحماس، نفس اليقظة. مسكين كي خرج عاد مقلق ما يلوي حتى حاجة. راحت له هذيك تاع اللمة تاع الضحكة تاع ولا منطوي في البيار الله يرحمه. كيما خرج من بليده في هذيك لا بيريود كان ديجا هو منطوي، كان ما يثيق في حتى واحد، ما يتلم مع حتى واحد. الخروج تاعو كان قليل جدا. صار مسعود منطوي على نفسه، وحيدا كئيبا، شارد الذهن، لا يثق بأحد. غابت ابتسامته، يقلب صفحات التاريخ وهو يتذكر كيف صنع الحلو والسلاح، وكيف على نجمه، وكيف حطه السيل من عليه. هو قاعد يستنى حب الشاطئ له باسبور باه يخرج. يتكلم ومن بعد يقول لي انا على حسب كنت يعطوني باسبور. قلت له كي خرجوا كيتركوا لازم يعطوك الباسبور. جواز السفر محنة أخرى عاشها مسعود، وقصة يطول شرحها. عندما تم ابتزازه ومساومته على ما تبقى له من أموال مقابل منحه جواز سفر عادي، بعد أن تم مصادرة جواز سفره الدبلوماسي أثناء اعتقاله في 8 جانفي من العام 83 900 وألف. أنا قلت له سي با كوم سا كيل فو فير، tu écris directement au ministère de l'Intérieur. خالد نزار أيضا الجنرال الأكثر شهرة بين هؤلاء، المعروف بدمويته، والذي شكلت فترة وجوده على رأس وزارة الدفاع أسوأ الفترات التي مر بها الشعب الجزائري. نزار الذي التحق بالثورة سنة 58 قال أن سبب تأخره في الالتحاق بالثورة هو نقص وعيه السياسي إضافة إلى صغر سنه. Aucun bilan officiel du nombre des victimes n'a encore été communiqué, mais on peut estimer de manière sérieuse et selon des sources médicales que le nombre de morts par balle à Alger et dans les autres villes d'Algérie est supérieur à 100. Un bilan qui peut encore s'alourdir puisque ces dernières heures, l'armée tirait encore dans Alger. قتل المدنيين بحجة عدم توفر الرصاص المطاطي والانقلاب على الشرعية تلته مجازر التهم خالد نزار بالطلوع فيها وإصدار الأوامر تنفي ما قاله. بعد وصول عبد العزيز بوتفليقة للسلطة عام 99 خشي على نفسه منهم، ورغم أنهم هم من أحضره للسلطة. أراد بوتفليقة أن يكسر هذه النواة الصلبة فعزل الغرب بالخير ونزار، لكنه لم يستطع أن يفعل أكثر من ذلك، وما خشيه كريم بالقاسم وقادة الثورة قد وقع بالفعل. قائمة من أسماء مشؤومة صنعت تاريخا دمويا وثروات طائلة لتبقى الجزائر تحت يد هؤلاء ومن خلفهم من بعدهم.
ناس كانت تخمم سي محمد، ناس كانت دمغه، كانت تخمم عسكريا، مي البروبليم تاعهم جوستومون كانوا يخمموا غير عسكريا. الرب كون